بصي يا بنتي، يا بنت إسراء عثمان، يا بنت الناس، يا اللي أهلك تعبوا عشان يعملوكي أنسة جميلة كده. خديها مني كلمة، اللي ما بيقدرش نفسه محدش هيقدره. اوعي يندحك عليكي بالحالة دي. بيقولك انت حاجة ومراتي حاجة، صدقيه، انت فعلا حاجة وهي حاجة. عارفة هي ايه؟ هي تقريبا كل حاجة، وانتي حاجة قد كده. الحاجة دي مهمة عنده، لانه عنده باقي الحاجات. عنده البيت، عنده ام العيال، عنده الست الطيبة او غير الطيبة، عنده الست اللي اهله يعرفوها، عنده الست اللي الناس يعرفوها، عنده البيت والاستقرار. ناقصه شوية دلع، ناقصه شوية حاجات هو مركز عليها عشان مش مركز على اللي عنده، فانتي اللي بتعملي لها اشباع. فما تديش لنفسك اكبر من حجمك في حياته. بتتصلي بيه ليه وهو في بيته؟ ما هو انتي عارفة ان انتي الحتة اللي ناقصة. ما تجيش بقى تعملي له قلق وهو في الحتة الكاملة او شبه الكاملة اللي في حياته. الراجل النهاردة عايز واحدة ست تانية تكمل نواقصه، بغض النظر ده من مصلحتها ولا لا. يبقى انتي اللي تاخدي بالك من مصلحتك مش هو.